الساعة 6:30 في مطار القاهرة وحول فندق إقامة لاعبين الجزائريين. اللي حصل بالترتيب: بعثة المنتخب الجزائري وصلت أرض مطار القاهرة وسط استقبال حافل وسياج أمني قوي جدا جدا جدا. فور لحظة وصول البعثة لمقر الفندق، وبالمناسبة الفندق داخل منطقة المطار، قام بعض الصبية لا يتجاوز عددهم 4 أشخاص بحذف بعض الحجارة على أتوبيس لاعبي المنتخب الجزائري. كان الرد من لاعبي المنتخب الجزائري بالحرف الواحد: انتزعوا الكراسي اللي جوه الأتوبيس وقعدوا يحدفوها على نوافذ والزجاج من داخل الأتوبيس لغاية ما كسروا جميع النوافذ. لاعبو المنتخب الجزائر هم من أحدثوا معظم التلفيات في الأتوبيس السياحي الذي كانوا يستقلونه. ولكن برضو أيضا لا ننكر أن الجانب المصري كان هو البادئ بالشرارة. طيب، أنت الآن تحدثت